السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم وفيديو جديد من قناة هبد كورة. جايين نهبد في الكورة ونقول اي كلام بس كله بيخص كرة القدم. وان شاء الله معاكم محمد ومحمد في قناة هبد كورة، وهنتكلم على حاجات كتير جدا بتخص الكرة المصرية والكرة العالمية والكرة العربية، كله هنهبد في كله ان شاء الله. خش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا سعيدين ان شاء الله ان احنا هنقدم لكم حاجة تليق بالقناة بإذن الله. هنتكلم عن كل ما يخص الكرة المصرية والكرة العالمية بإذن الله. هتكون حاجة جديدة ومفيدة. هنتكلم في تحليلات الماتشات، هنتكلم في الصفقات الجديدة والصفقات اللي هتمشي بإذن الله، الحاجات الفنية في الماتشات والحاجات الذهنية اللي خارج الماتشات. يعني ان شاء الله نتكلم النهارده موضوعنا عن هزيمه خروج الاهلي امبارح من السوبر الافريقي. طبعا احنا عارفين ان الاهلي متعود دايما على البطولات. الجمهور بيزعل حتى لو خرجنا من اقل بطوله، بس دي مش نهايه الكون. احنا يعني مش هناخد كل البطولات، مفيش فريق بيكسب على طول. بالظبط، مفيش فرق لازم بتفضل على يحصل طول دروب في اي وقت، وده الدروب اللي الاهلي بينطلق منه ان شاء الله، انه ياخد كل البطولات بعد كده باذن الله. اكيد طبعا. خروج الاهلي يعني كان يعني ليه دلالات اساسا من بعيد، وانت يعني بقالك فتره بتدور على مهاجم، ولما جبت مهاجم جايب مهاجم يعني اقل ما يقال عنه ان هو لا ده مش مهاجم، مشطب ده كوره شطب كوره يعني فعلا، مشطب كوره. شطب كوره. وعندي ان شاء الله يعني في اخبار انه هيمشي في اول يناير باذن الله. اتمنى والله ذلك، والله ماشي لان الموضوع ده من الكواليس ومن خالد بيبو نفسه ان شاء الله. يعني والله اتمنى ان هو يمشي، لان بجد الموضوع بقى زياده عن اللازم. اقسم بالله بتفضل طول الماتش وانت تستغفر. يعني احنا مشينا واحد بسم الله ما شاء الله، أحمد ناضي. قندوسي. احمد قندوسي متالق في الدوري، يعني شغال بسم الله ما شاء الله، ومع فريق يعني متواضع زي سيراميكا كليوباترا. لسه جايب هدف من شويه. طب ليه مشيته وتجيب واحد مشطب كرة وتخسر عليه $1.5 مليون؟ طب ايه يعني؟ وانت عندك مهاجم، لو انت مثلا عندك المشكله في المهاجم وخلاص لازم مهاجم، انت عندك زعلوك مهاجم شاب، كمل بيه وما تخرجش واحد زي احمد قندوسي علشان تفضي مكان لاجنبي، وتجيب لعيب اساسا كان احتياطي في دورتموند ما بيلعبش اساسا بقاله دلوقتي حركه 6-7 شهور، وتجيبه علشان لسه بقى ايه ينسجم عندك، وهو اساسا عنده 35 سنه يعني اكبر مني. مش هيفيد النادي، ولو فاد النادي في سنه ولا في شهرين ولا في 3. انت عايز واحد للمستقبل تبني عليه فرقه، مش واحد لسه هتجيب واحد وبعد سنه جاي تدور على واحد لا مش قصتنا هي. احنا عايزين ناس بعد كده تشيل الفريق. ومن اسباب الخروج كمان ان العند بتاع مارسيل كولر، انا شايف ان هو بدأ يحب ويكره، وبدأ يعاند في بعض اللعيبة، ودي بداية النهاية وحشة جدا جدا جدا، ان المدرب يكون بيحب ويكره وما بيحطش التشكيلة بحسب اللعيبة اللي قدامه بيعملوا ايه. فهو من خلال رؤيته للملعب فبيحط مثلا محمد ومحمد هيلعبوا اتنين هافات، او مثلا مش عارف فلان الفلاني هيلعب، بيحط الفرقة بناء على رؤيته. هو من اسباب اصلا خروج الاهلي المباراة اللي فاتت كان من ضمن الاسباب التشكيل بتاع مارسيل كولر فعلا. تمام. تاني حاجة الحالة الفنية والذهنية للاعبين غير حاضرة بالمرة. مفيش ولا واحد في الفريق حالته الذهنية حاضرة إلا كان واحد وراجع من إصابة، أكرم توفيق وإمام عاشور، هم اللي عملوا المباراة اللي فاتت دي بشكل يعني كويس. أنت واحد بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، والاثنين راجعين من إصابة، وهم الاثنين هم اللي بيلعبوا، هم اللي بيقطعوا الكورة، وهم يعني اللي في حالتهم أحسن. انت شفت كمية الميس باص، التمريرات المقطوعة. هي فين التمريرات الصح عشان نلاقي ميس باص اصلا؟ والله بجد يعني مشكلة كبيرة جدا بتواجه النادي الاهلي في الاستلام والتسلم. فرقة صن داونز بتلعب عليك كورة وفي ارضك، والجماهير اللي بترج الاستاد دي تديك حماسة وقوة تخليك تاكل النجيلة. والله العظيم يعني خذلوا الجمهور اللي راح لهم. يعني في جماهير راحت من سينا، انا من ضمنهم كنت جوه الاستاد. اقسم بالله الجماهير تحرك الحجر، اللي ما بيعرفش يلعب هيلعب. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. الجماهير انا فرحان للجماهير دي كلها، بس وزعلان عشان انها روحت زعلانة والله العظيم. والله هي الجماهير هي اللي بتصنع الحدث فعليا،
وجمهور النادي الاهلي دايما في الموعد، وبنحبك يا اهلي، وعلى الحلوه والمره معاك، وعلى المره كمان قبل الحلوه معاك. بس نتمنى انهم يكونوا. رسالتنا لعلي معلول، انت يعني شلت الفريق كتير، ومش عشان غلطه هنلومك. رصيدك كتير يا معلول وفي القلب. ان شاء الله يا معلول الجاي احسن، وركز واشتغل على نفسك كويس، وسيبك من اللي يتكلم انت ضيعت ضربة الجزاء، انت اللي طلعتنا من البطولة. لا، يمكن اجت ضربة الجزاء وهم تعادلوا برضه، مش هتفرق كتير، بس هي اسباب. على فكرة أنا شايف إن دي بداية انطلاقة يا أبو حميد. إن شاء دي الله. بداية الانطلاقة بإذن الله. للي جاي بإذن الله. النادي الأهلي بس هيكون اللعيبة أفضل تركز إن شاء الله، وتبقى قد المسؤولية في البطولات الجاية، ومش عايزين اللي حصل ده يحصل تاني، مش عايزين الجمهور بتاعنا يزعل. احنا تعودنا من فريقنا على البطولات، وإن شاء الله هناخد بطولات السنة دي كتير، وهنحقق كل البطولات الجاية بإذن الله. بإذن الله نحقق كل البطولات، وبإذن الله التشكيلة تتظبط، وبإذن الله نكسب بكرة في مباراة المقاولين العرب. دلوقتي الزمالك بيلعب، هو كان متعادل 1-1. الفيديو ده هيطلع قبل ماتش الزمالك، فانتظرونا وفيديوهات تانية كتير فيما يخص الكرة المصرية والعربية والعالمية. هيكون في فيديوهات، وهيكون في بثوث مباشرة من قلب استاد القاهرة إن شاء الله لو أمكن. هيكون في يعني حضور للماتشات وتغطية لها بشكل كويس في الفترة اللي جاية. دعمكم لينا هو السبب اللي هيخلينا نكمل، وإن شاء الله نستمر معاكم ونهبط في الكورة، وتهبدوا معانا في الكومنتات ونمشيها مع بعض. مع السلامة.